السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اهلا بكم في فيديو جديد النهارده. وهتشوفوا زي ما احنا شايفين كده معانا ان شاء الله باذن الله الكفته الحلوه الجميله العسل دي، اللي ما تكلفتش اي حاجه خالص غير ان احنا جبنا ربع كيلو لحمه. تمام كده. وطبعا السر عندنا في المعلقه اللي انا هقول لكم عليها دي، هتخلي لكم الكفته حاجه تانية خالص. خليكم متابعين معايا الفيديو عشان تعرفوا المعلقه دي ايه هي وايه سرها وعملت ايه معانا في الكفته بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده. بصوا بقى المكونات بتاعتي، صلوا على رسول الله كده يا حبايب قلبي، وما تنسوش تحطوا اللايك. تمام كده. عندي دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى البهارات بتاعتي، عباره عن شويه قرفه صغيرين، فلفل اسمر، توم باودر، وعندي شويه بابريكا وشويه ملح، وطبعا عندي شويه كزبره كده زي ما انتم شايفين. كزبره مش شبت يا حبايب قلبي، دي كزبره. وعندي فصين وعندي شويه بصل كده حلوين. وعندي ايه بقى، عندي قرن فلفل اخضر او نص قرن فلفل اخضر، شطه كده يعني عشان يديها ايه، حراره كده. تمام. وعندي بقى ده ربع كيلو لحمه المفرومه اللي قلت لكم عليه. تمام كده يا حبايب قلبي. تمام. هنعمل بقى ايه بقى عشان نخلي الكفته بتاعتنا تبقى زي ما انتم شايفينها كده في البدايه كده، شبه كفته الحاتي بالظبط واحلى كمان. والله العظيم يا جماعه دي كانت كفته تحفه تحفه تحفه. اول حاجه بقى هبتدي ان انا اجيب الكبه بتاعتي، وهبتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده يعني ايه، افرم الحاجات بتاعتي كده في الكبه، اللي هو البصل والايه والكزبره. انا مش بحط على الكفته شبت يا حبايب قلبي. انت ممكن لو انت عايز تحط شبت بقى، يعني كل واحد وحسب ما بيحب. انا تقريبا يعني ايه، اغلب حاجاتي مش بحب فيها شبت قد كده يعني، اغلب اكلي يعني. تمام. بس هو طبعا الشبت حلو يعني ومفيد وبيدي ريحه كويسه لكل الاكلات، وحلو ومش وحش يعني. هنبتدي ان احنا بقى زي ما انتم شايفين كده ان ايه، نفرم الكبه، نفرم البصل بتاعنا كده في الكبه وننعمه جدا حلو قوي. على فكره يا جماعه انا مش هصفي البصل من الميه بتاعته، انا هبتدي انعم كله كده مع بعضه في قلب الكبه اهو. حطيت ربع كيلو اللحمه بتاعي مع البصلتين الكبار، ومعاهم الكزبره بتاعتي، ومعاهم ايه، ومعاهم القرن الشطه الصغير او الحته الشطه يعني صغيره كده، تدي تيست كده وطعم حلو قوي للحمه بتاعتنا او للكفته بتاعتنا النهارده. زي الخليط كله كده يمتزج ببعضه زي ما انتم شايفين كده. هتبقى بصوا يعني انا عايزاها تتفرم فرم جامد جدا جدا في الكبه بتاعتي، بحيث الخليط بتاعي يبقى طالع شبه الايه، شبه الخيوط كده منها. يعني انا عايزاها عشان الكفته تطلع مظبوطه معاكي وما تفكش منك. بص بقى هتبقى جميله جدا معاكي، بس تابعي الفيديو بقى للنهايه عشان تعرفي ايه السر اللي احنا حطيناه في بدايه الفيديو. تمام كده يا حبايب قلبي. تمام. بصوا بقى هبتدي ان انا بص بعد ما بقت يعني امتزجت في بعضها او تدخلت في بعضها كلها كده. احنا كان ممكن نحط البهارات معاها في الايه، في الكبه، بس انا ايه ما اخدتش بالي يعني. حطوها انتوا بقى في الكبه عادي. هبتدي بقى انزل البهارات وانزل اللحمه والحاجات اللي فيها دي كده زي ما احنا شايفين اهو. لو وصلتوا بقى معايا لهنا ما تنسوش اللايك، حط اللايك. تمام كده يا حبايب قلبي. زي ما احنا شايفين بقى بدات ان انا احط بقى البهارات بتاعتي كده، وهبتدي ان انا ايه، بصي بقى في الاهم حاجه في الكفته العجن. اعجني بقى على قد ما تقدري، يعني اهم حاجه في الكفته العجن، اعجني. في ناس بقى بتحط لها في الوقت ده بيضه، ناس بتحط لها بيكنج باودر. طبعا احنا مش هنحط الحاجات دي خالص خالص خالص. احنا هنكتفي بالميه بتاعه البصل بتاعتنا. ميه البصل هي اللي هتخلينا الكفته بتاعتنا هشه وحلوه جدا جدا. وطبعا دول 4 معالق من البقسماط اهو زي ما انتم شايفين كده، ده بقسماط ناعم انا بوريه لكم اهو. هنبتدي ان احنا ننزله معاها، وهنبتدي ان احنا ايه، نعجنها بقى كويس جدا. اهم حاجه في الكفته يا حبايب قلبي العجن. بصي عجني بقى كده بقى، هاتيها يعني ايه، خليها تبقى فله معاك. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي بقى، ورمضان على الابواب. اعتمدي الطريقه دي في الكفته بتاعتك، والله العظيم هتحبها جدا جدا جدا. وكمان طريقه التسويه بتاعتها مختلفه جدا عن اي طريقه تسويه تانية. هتعمليها فعلا كانك عاملاها عند حاتي يعني. تمام ما شاء الله، بتبقى حلوه قوي. ولو جربتها بالطريقه دي بجد 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 هتعجبك جدا. تمام. زي ما احنا شايفين كده والله العظيم، وربع كيلو عمل شويه حلوين يعني، مش قليلين يعني. اما يعمل لك ما شاء الله 5 6 صوابع، انت بتروحي تجيبي الصابعين بقد كده من بره بتشتروهم جوز صوابع كده مش باينين، ويعني مش وبفلوس قد كده. بصوا بقى المعلقه بتاعتنا او السر بتاعنا النهارده هي معلقه الدقيق. معلقه الدقيق دي يا حبايب قلبي هتساعد على ان الكفته بتاعتنا تمتزج في بعضها، وكمان هيبقى لونها هيبقى حلو، وكمان هتبقى طعمها جميل جدا جدا. والميه بتاعه البصل هتنشف بسبب الايه، بسبب المعلقه الدقيق دي، وهتساعد على التماسك. معلقه الدقيق دي هتساعد على التماسك عشان ميه البصل. احنا ما شلناش ميه البصل، سيبناها ليه بقى، حطينا مكانها الايه، المعلقه الدقيق دي عشان تعمل تماسك في الكفته بتاعتنا.
تمام يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين كده اهو. هبتدي بقى ان انا ايه بعد ما هعجنها كويس جدا جدا. بصراحه هي كان بصراحه كانت طعمها تحفه تحفه تحفه، والطريقه دي جميله جميله جدا. هتبقى زي على البخار كده يا حبايب قلبي، هقول لكم زي طريقه كده على البخار، مش يعني مش تحطها في حله وتحط فوقها ميه مصفى وتحط تحتها ميه والكلام ده، لا، هتبقى زي على البخار كده بس بطريقه حلوه. تمام زي ما احنا شايفين كده دلوقتي. بصوا بقى اهو. هجيب بقى السيخ بتاعي وهبتدي ان انا ايه اصبعها عليه. انا دلوقتي بقول لكم ان هي بصوا عامله ازاي، داخله متداخله ببعضها، عامله زي الخيوط دي بقى كده. تبقى الكفته معاكي جميله جدا بعد العجن بتاعك. بصوا انا بقول لكم دلوقتي اهي عامله زي الخيط كده كده بقى، بقت الكفته تمام 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 التمام معانا. تمام يا حبايبي. هبتدي بقى ان انا اجيب السيخ بتاعي او مثلا اي حاجه انت شوفي انت بتعرفي تصبعي على ايه وهاتيه. انا بقى هصبع على السيخ ده اهو. تمام كده زي ما احنا شايفين اهو. هعمل بقى على السيخ كده عشان ابتدي ان انا ايه اشمعها شويه في التلاجة، وبعد كده هبتدي ان انا ايه اطلعها تاني من على السيخ. بس لازم يا جماعه تكونوا بالين السيخ بتاعكم ميه، يعني حط السيخ بتاعك ميه بالليه في ميه كده او نقعيه في ميه شويه، بحيث انت تعرفي تطلعي الكفته من عليه. يعني لما تسحبيها تسحب من عليه بسرعه او بسهوله. حتى لو انت هتشوي برضو لازم تبلي الايه تبلي ميه حتى عشان ما يبقاش يسخن، يعني ما يبقاش يتحرق منك او كده. تمام اهو يا حبايب قلبي كده. بجد بجد كانت كفته معانا جميله جدا. كده بقى انا هاخدها معايا اهو، وابتدي احطها في التلاجة لمده ايه ربع ساعه بس كده، عم اجهز بس الورق الورق الفول والحاجات اللي انا هحط فيه. تمام اهو كده حلوه قوي. كده بقى ان اتصبعت معايا اتشمعت معايا شويه اهي. وبدات بقى ان انا ايه ان انا اجيبها كده، قطعتها كل واحد اتنين كده وعملتها وظبطتها زي ما انتم شايفين. انت ممكن تستغنى عن الخطوه دي خالص وتعمليها انت قطع صغيره كده. يعني تعمليها حتت صغيره كده على قد ايه، يعني اللي زي الكفته العاديه اللي احنا بنعملها في البيت. انما انا قصدت ان انا اعملها لهم زي كفته الحاتي يا جماعه، يبقى شكلها ونفس الطعم بتاعها. بدات بقى ان انا احط شويه زيت صغيرين خالص كده في ارضي في حته ورقه من بتاع الالومنيوم كده. جبت ورق من بتاع الالومنيا اهو. بدات ان انا احط نقطه زيت صغيره خالص، نقطه زيت من الصغيره خالص. تمام كده اهو. وبدات بقى ان انا احط الكفته بتاعتي واحده جنب واحده. تمام كده عشان انا هقفل عليهم الورق الفويل ده كده، واعملها زي ما يكون ايه يعني على البخار يا حبايب قلبي، بس مش على البخار بقى، هي تستوى في الورق الالومنيا ده. هوريكم دلوقتي الطريقه لان انا مش عارفه يعني ايه. بصوا هقول لكم اهو. انا عملتها كده اهي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ان انا اقفل عليها. بصوا قفلت عليها الورق ازاي اهو، وغطيت عليها من فوق بحاجه لحد لما تاخد وتستوي بقى كده على البخار من غير اي اضافات خالص اهي. بصوا بعد ما استوت بقى تحفه تحفه تحفه. عايزه بقى تحمريها شويه بقى في الفرن عادي، نزليها حمراها في الفرن عادي. هاتي بقى فحمايه. طبعا انا اسفه ان الحته دي ما جتش معاكم. فحمايه بقى وروحي مولعاها وحطها كده في نص الورقه على شويه سمنه صغيرين خالص. هتلاقيها تبقى ريحتها زي ريحه الفحم كانك عاملاها على الفحم. انا اسفه ان اللقطه دي راحت من الفيديو، بس بصراحه كانت جميله جدا جدا جدا. بصوا بقى الطريقه بقى، طريقه تسويه جديده جدا. اول مره تشوفوا الطريقه دي على اليوتيوب طبعا. دي حاجه معروفه يعني، ام دنيا دايما بتجيب لكم الحاجات اللي دايما جديده زي ما احنا شايفين كده. او بصوا بقى شكلها ولونها وطعمها، قسما بالله العلي العظيم كانت تحفه كانت تحفه تحفه تحفه. بصوا عامله ازاي. ده طبعا انا الصباع كده يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، متماسك وحلو قوي قوي قوي. بصوا شايفه عامله ازاي. بصوا هوريكم تاني حته كمان عامله ازاي. بصوا بقى الصباع بتاعنا عامله ازاي، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بقى بصوا متماسك جدا ازاي شايفين اهو. بصوا ومن جوه مفرغه وجميله جدا وحلوه قوي. طبعا احنا ما رميناش ميه البصل.